شكرا لكم يا أحلى المتابعين على التعليقات والدعم حق آخر فيديو من ناحية التصوير والمونتاج. أخليكم مع باقي المقطع. طبعا نفس ما شفتوا في المقطع القبلي توجهنا إلى عالم جدا مختلف 5.3 أمريكي، وقبل كنا ياباني 2J SR RB، عالم الياباني باختصار. لما توجهنا لهالعالم يعني اختلاف جذري بين الماكينتين. 2J inline 6 هذه 8 سلندر وفيها هدين، وما أقصده فيها هدين نفس ما تشوفون في المقطع هني، فيها هد يمين وفيها هد يسار. اللي راح نسويه في بداية المقطع مع تفكيك الماكينة انه راح نتوجه للهد اليسار، نبطل الانتوت اللي دور مدوره كلها عشان انه نقدر نتبحث داخل الماكينة اكثر اذا امورها طيبة او لا يعني. وتفكيكها يعني اسهل منه ما في، يعني لو تعطيها اي شخص في الدنيا راح يفككها يعني، والكل يقول لك هالشيء عن المكاين. لكن اذا ترجع تصكها يعني بطريقة راح احنا نصورها قبل بعدين ونشرحها لكم. كلها راح تتم توركات معينة بسيكونس معين، ما تنصك كلهم بنفس الترتيب. وهنا نفس ما نشوف قاعد يبطل الروكرات، والروكرات هاي اول مرة يعني احنا نختني ماكينة يعني فيها روكرات، بما ان تعرفون التو جي ماتي اساسا فيها روكرات، يعني بس مجرد فوق عندك يعني الكيمين ووالات وتينرات سبرنجات، ما فيها روكرات. والروكرات يعني اكثر شيء يعاني منه يعني الشعب الامريكي، اللي يحبون الامريكي بالاصح في الروكرات، تسمع صوت التكايات. وناس ما نشوف هني هو قاعد يتأكد من سلامة الهد، لأن الهد ساعات ممكن إنه يكون في حفر ولا حرق بزيادة حرارة، بس أموره طيبة. والحين هاي الصفيحة البليتة اللي فوق تحتها داخل هاي الدائرة فيها كرانك سنسر. زين قاعد نبطل وننظف ونتأكد من الأمور داخل، وبغض النظر عن الوساخة اللي قاعد تشوفونها انتو، إلا أن الماكينة من الداخل نظيفة يعني. مو اقول لك اللي نظافة واو، بس انه راح تتجدد يعني الطريقة ما تتخيلها. والمقطع اللي بعده راح تشوفه انت، راح تشوف انه شلون تم تنظيف الماكينة كلها. نفس ما نشوف الحين قاعد يبطل هو البيت اللي قدام، يعني عشان يحصل نظرة يعني اقرب حق من داخل حق التايمينج بيلت وهالامور والاشياء اللي تخص الاس يعني. وطبعا هنا عندنا التشين بلوك اولد سكول. الحين اضطرينا نرفع الماكينة عشان نقلبها وبعدها نبطل الكرانكيز. راح تثبت على الانجن ستاند. زين راح يتم تنزيل الاويل عشان اسوي لك حوسه تحت. بعد ما ينزل الاويل راح نضطر ان نفتح كل انتوت الكرنكيز بالترتيب يعني، او بشكل مو مرتب عادي، بس يفضل ان انت تمشي بالترتيب عشان لا ينخفس او يصير عندك شيء غلط. ونفس ما خبرناكم شلنا انتوت الكرنكيز. الحين توجهنا للكيم. الكيم نفس ما تشوفون في هالمقطع انه حصلنا صعوبة شوي واحنا نطالعه بسبب شنو؟ ان في لفترات معينة تقريبا مرة عددهم بس وايد مو شوي يعني. اللفترات انت لما تضطر ان تطلع الكيم من ماكينة LS، هاي اللفترات كلها لازم انت تطلعها على برا عشان الكيم يطلع وياك بسهولة. ومستقبلا اذا احنا نبي نركب كيم ريسنج راح نضطر ان اساسا بعد نغير الكيم بوش ماله. هاي اشياء كلها احنا حاطينها في بالنا، مع المقاطع الجايه بتفهم كل شيء انا قاعد اقوله مو فاهمه انت. وطبعا هني قاعد نبطل النتوت اللي هي ماسكه الكرانك شافت. طبعا انا استغربت يعني الكرانك شافت يعني ما شاء الله في 16,000 نت، يعني انا ما اعرف وين بيطير الكرانك شافت يعني يا شفر يعني. اوكي يعني الكرانك موجود ما بيروح محل، لكن اهم شيء سيفتي احسن من ولا شيء يعني. فراح يبطلهم هم كلهم بالترتيب من النص، وبعدها يتوجه برا يبطل الكنكتات والى اخره يعني. مع الناس ما تشوفونه الحين خليفة قاعد يصور لنا جميع الاغراض اللي تم تفكيكها من هالثلاجة والاغراض كلها اللي على الارض زود. وعندنا هني الجازجيتات القديمة نفس ما خبرناكم، كل شيء راح يتبدل. جازجيت هيد سيلات ما سيلات سيل وال، كل امور الماكينة من داخل راح تبدل. جازجيت يمين جازجيت يسار كل شيء. ونفس ما تشوفون هني هاي البستن والكونكت. انا طبعا وانا قاعد طالع المقطع الحين احنا مرينا في فترة تنظيف حق الماكينة، انا مستغرب اصلا من الاختلاف في يعني قطع الماكينة، الاختلاف اللي وصلت للماكينة يعني مو شوي. وهني نفس ما نشوف
مصورين البلوك عن قرب يعني حق اللاينرات اول ما انت تبطل يفضل ان تتأكد منهم من داخل، في شموخ، في مثلا ملمس حاد انت تحسه حق اللاينر لما البستن يتحرك. هاي شيء مهم انت جدا تتأكد منه، لان بالنهاية الرنج بستن والشامبر وكل شيء تتحكون عنه اللي يحكم لك الضغط ويحكم لك الايل هاي يخص اللاينر نفسه. وطبعا وصلنا تقريبا الى نهاية المقطع، راح اخليكم مع بعض المعلومات زين والاشياء اللي راح اقولها الجاية اللي بتصير على الماكينة. اتمنى يعني استفدتوا يعني، واذا في اي شيء تبونه يتغير يعني سواء في التصوير او المونتاج او طريقة تصوير الفيديو خبرونا فيها، وترقبوا القادم لان القادم وايد بيكون اقوى. نفس ما قلنا لكم يا الرابع 5.3، وتعمدنا في المقطع ان نبطل الاغراض بدون لا يعني نشرح لنا، مجرد راح يكون تفكيك. فحلو المقطع انه بين كل الوساخه اللي في الماكينه، احنا بين كل شيء زين عشان نعرف الفرق قبل وبعد زين. وهاي بساتنها زين، امورهم كلها طيبه. اول مره اشوف انا بستن وكاله يعني كذي في قوه استحمال ل 650 700 وحجمه يعني مو هين. والمفترض انه يجيك فورج زين، فورج بستن معناته انه ابحث عنه زين. هاي الثلاجة اللي قلنا مستقبلا نبدلها زين، بنروح فاست زين. وهاي هداتها اتوقع اسمها 607 زين، هدات عادية. الكرانك بيرنجات، والصدمة يعني اول ما شلنا الاغراض بغض النظر عن الوساخة الخارجية لانها داخل نظيفة عدل، بيرنجات نظاف، بيرنج نظاف، كرانك نظيف، كل شيء نظيف حرفيا كل شيء نظيف. هاي كل الاشياء السوداء اللي تشوفونها راح تروح، بس الحكي هل انت في البيرنج يوم لمسته حسيت في شموخ ولا ما حسيت؟ اذا ما حسيت امورك طايحه. انا حتى لو طالع داخل هني البلوك، فلما طالع داخل هني اللاينر ما في شموخ، ما في حفار، ما في غلط، ما في شيء. الشيء الوحيد اللي شفناه انه الرنج بستن مال الضغط ومال الاويل كانوا قريبين من بعض، معناته انه كانوا قريبين من بعض ما يعطيك براشر قول، عرفت؟ فهاي هي باختصار اللي راح يصير. غاز جيت هني جديد، سيلوار كامل جديد، مفرش كامل، سنجل هني. أمور طيبة؟ مو طيبة الحمد لله. متحمس؟ متحمس أكيد.